ازيكم عاملين ايه؟ معاكم سهام. تعالوا النهاردة نعمل مع بعضينا مولتو كده تحفة. هقولك في الفيديو على كل الافكار وكل الحشوات اللي تقدر تحشي بيها. هيطلع معاكي هش جدا وحلو جدا جدا، اولادك هيحبوه جدا ومش هتشتريه تاني من بره. يلا نبدأ مع بعضينا الفيديو. المكونات بسيطة جدا: كوباية لبن وكوبايتين دقيق، معلقة كبيرة خميرة، معلقة صغيرة من السكر، 3 معالق من الزيت، وربع معلقة من الملح. كل دي المكونات بتاعتنا. هننزل بالدقيق بتاعنا على الخميرة، السكر والملح، وهننزل بمعلقة من الزيت. الباقي هخليلي شوية كده. هننزل بعد كده باللبن شوية شوية. ما عندناش لبن نقدر نستخدم المية عادي جدا، ولو عندنا زبادي هيبقى حلو جدا. هنضيف معلقتين كده يخلوا العجينة بتاعتنا طرية وهشة. هنبدأ نعجن كده العجين بتاعنا. في الاول كده هتحس ان هي ملزقة في ايديكي، كملي بس عجن وهي مش هتلزق معاكي. كده بنبدأ نلم في العجينة بتاعتنا. لو احتاجت منك دقيق ممكن تضيفي معلقة، لو احتاجت مية برضو ممكن تضيفي معلقة. دلوقتي انا نزلت بباقي الزيت اللي كان معايا وبلمها بيه. كده بدأت تنعم معايا وبقت زي الفل. هنغطيها بقى ونسيبها على الأقل ساعة علشان تخمر. كده بعد ساعة شايفين تضاعف حجمها اهي. على الرخامة او على مفرش سيليكون زي كده نحط نقطة من الزيت، وبعد كده ننزل بالعجين بتاعنا. انا جبت لكم كام حشوة كده علشان تشوفوا تختاروا ايه منها. الموجود عندكم تقدروا تحطوا. عندي جبنة فتة، عندي شوكولاتة، عندي عجوة، عندي فراخ شاورما، وعندي التشيز دي موتزاريلا تشيز. هجيب بقى نشابة وابدأ افرد العجينة بتاعتي. بعد ما فردتها هحط معلقة زبدة كده حلوة، لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة علشان تتفرد معايا بكل سهولة. هبدأ بقى اقطع العجينة بتاعتي على حسب الاحجام اللي انا عايزاها. يعني هتشوفوني هعمل شوية كبار وشوية صغيرين. انتوا بقى تقدروا تقسموها بالشكل اللي انتوا عايزينه. عايزينها صغيرة تمام، عايزينها كبيرة تمام. زي ما انتوا شايفين القطعة الصغيرة بدأت احط فيها قطعة الشوكولاتة الصغيرة وبلفها بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا، بس علشان ما تفكش معاكي وانت بتلفيها لازم تضغطي على القطعة اللي انت ماسكاها الاول. بعد كده تكملي لف زي ما انتم شايفين اهو. ببدأ اشد العجينة كويس وابدأ ان انا الفها كويس، واجي كده على الاطراف اعمل لفة كده من الاطراف. الفراخ عملتها في قطع اكبر، يعني انتوا ممكن تعملوها بقى اكبر وممكن تعملوها اصغر. مرة كمان عملتها بس عملتها صغيرة عن كده وعملتها كلها من العجوة، كانت فظيعة. دلوقتي حطينا الجبنة وبرضو بنلفها بنفس الشكل. العجوة هحطها في قطع اصغر زي ما انتم شايفين. العجوة والشوكولاتة بتبقى محتاجة حاجة صغيرة كده. تمام كده زي ما انتم شايفين اهو. بوريها لكم بكل سهولة، سهلة جدا. اهم حاجة ان انتوا تدوسوا عليها. شايفين الدوسة ديت؟ اعملوها. بتدوسوا عليها وتاخدوها واحدة واحدة كده، حبة حبة، وتعملوها وتلفوها كويس. كده خلصت كل الكمية بتاعتي. هجيب معلقتين من اللبن ومعلقة من النسكافيه، هدوبه كويس. ده اللي بيديله بقى اللون التحفة. وهبدأ احطها كده على الوش. حابين بقى تحطوا سمسم، حابين تحطوا حبة البركة، تمام. انا حبيتها تكون كده سادة. كده بعد ما خلصتها على فرن درجة حرارته عالية، وهبدأ ان انا ادخلها. متاخدش وقت كتير، تلت ساعة بالظبط وتكون خلصت. بتطلع بالحلاوة والجمال اللي انتوا شايفينه ده. النسكافيه واللبن بيدوها اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. انا مولعتش عليها خالص الشواية، هي اخدت اللون ده من درجة حرارة الفرن علشان درجة الحرارة كانت عالية. بصراحة كان تحفة. زي ما انتوا شايفين طريقته سهلة جدا وبسيطة جدا جدا، ومكوناتها كمان سهلة جدا. زي ما بقولكوا تقدروا تعملوه بأي حشوة عندكم في البيت. لو عندكم شوكولاتة ممكن تعملوه كله بالشوكولاتة، لو عندكم عجوة تقدروا برضو تعملوه بالعجوة، ويا سلام بقى لو عندكم ملبن بيبقى تحفة. شايفين شكله؟ اتفرجوا معايا بقى واحنا بنفتحه. بجد كان هش جدا 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 من جوه. شايفين شكله؟
كان هش وطري جدا وطعمه كان تحفة. علشان بقى تحافظي عليه ان هو يكون طري ويفضل طري على طول، تقدري بقى تحطيه في اكياس زب وتشيليه. لو عملتي كمية كبيرة منه تقدري تشيليه وتخزنيه عادي في الفريزر. بتطلعي بقى تسخنيه في الميكروويف، بيبقى كأنه طالع من الفرن طازة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوا الطريقة دي. طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، هتعجبكم وهتعجب اولادكم. بألف هنا علينا وعليكم. لو جربتوها ما تنسوش تبعتولي تطبيقات.